السلام عليكم أصدقاء، كيف راكم دايرين؟ بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة. قصتنا اليوم هي قصة على سهام اللي ضحك عليها خالد باسم الحب، ودار لها الشرف ديالها وخلاها بين حيطين، يعني لا هي هنا ولا هي هنا، ولكن هادشي كامل غادي يخليها تخرج لدار الدعارة، يعني نقولوا تبيع الجسد ديالها حيتاش واحد ضحك عليها. هذا ماشي حل، ولكن بغيت اي واحد يستافد من هاد القصه هذه، حيت قصه حقيقيه. الا انت ولا انتي غادي يهمك الامر من هنا للمستقبل ان شاء الله، باش تعرفي كيفاش تحافظي على راسك. من هاد القصه غادي نستافدوا جميع، وهاد القصه هي للعبره ماشي للفرجه. فخليكم معنا في اطوار القصه وما نمشيو فين، وتبعوا الفيديو حتى الاخر. سهام كانت درية زوينة، وكانت حتى هي بحال كاع الفتيات تتقرا مجتهدة ومزيان. أول حاجة هي غادي تتعرف على واحد البنت، وهاد البنت غتولي الصديقة ديالها، بالحكم غادي تتعرف عليها في الدراسة. ولكن سهام ما كانش عارفة بان الدرية طريقها مزياناش، حيتاش ما بيناتش ليها. وهنا سهام غادي تثيق فيها وغتمشي معاها وغتولي صاحبتها، وغيولوا صحابات ما كيتفارقوش. هذيك الدريه اللي غادي تتعرف عليها سهام كانت كتعرف واحد السيد، وداك السيد سميتو خالد. وهنا خالد من غادي تعرف الدريه على سهام وخالد، يعني ما غاديش تبقى غيولي داك الدري خالد هو سهام كيخرجوا مجموعين، ولكن الدريه ما بقاش كتخرج معاه. هنا مدة عام تقريبا غادي تبقى ديك العلاقة هي وسهام هي وخالد كتزيد شوية بشوية، حتى تمر هاد العام تقريبا 12 شهر اللي غادي تبدا سهام كتعلق بها الدري خالد، بالحكم ولاو كيخرجوا هي وياه، ولات كتحكي لي الصغيرة والكبيرة حتى هو كذلك. ولكن النية ديالو واش كانت مزيانة الله اعلم، حنا غادي نعرفوها من بعد. المهم فاش اعترفت ليه بالحب ديالها، حتى هو اعترف ليها بنفس الشعور وقال لها حتى انا راكي كتعجبيني. وهنا غادي تزيد العلاقه، وغيولي يزيدوا كيخرجوا مع بعضياتهم بزاف، وهاد العلاقه غادي تزيد مده 3 سنين، يعني 3 سنين هما كيبغوا بعضياتهم. حتى لواحد النهار غادي يبدا يزعم عليها شويه خالد، وغيولي يقول لها سهام راه انا كنتعلق بك بزاف وما نقدرش نتخلى عليك، ولكن راه بغيتك تصيفطي ليا تصاورك، يعني بين قوسين تصاورك وانت عريانه. فانا سهام بدات كتردد وحاولت انها تتجنب الامر، فكتبدل لي الموضوع هو كيبقى على، ولكن من بعد ولات كتقتنع شويه بشويه، حيت يبقى ديما كيحكر عليها تيقول لها نفس الهضره. فاش بقى كيحكر عليها بزاف صافي قررت انها تصيفط ليه تصاور. وهنا بقات الطريقه كتماشى بعد شهور، حتى شويه هو يبدا يقول لها شوف راه كاينه واحد الدار خصنا نمشيو نريحو تما، بلا ما نبقاو نتساراو في الزنقه من هنا راك انت عارفه يشوفنا هذا. بدات كتقول لي سهام لا ما يمكنش نمشي معاك الدار. بقى حتى هي بنفس الطريقه كيلح عليها وكيقول لها كلام الحلو، حتى حاول تقنعها وهي اقتنعت بالامر. وباش غادي يقنعها هو غادي يقول لها راه كاين الدار غادي يكونوا فيها الدراري، يعني ما غاديش نكونوا غير انا وياه، كاينين صحابي وكاينين الدريات، راه غادي نكونوا مجموعين، يعني ما كاين لاش خافي. هنا في هذه اللحظه اللي غادي تقدر تقتنع بها، ولكن الوقت اللي كتقول او لما جا على لسان ديالها انها غادي تمشي معاه للدار، ولكن فاذا بها كتفاجأ انها ما كاين حتى شي واحد والدار خاليه، يعني لا يوجد احد في المنزل. فقالت لي راه ما كاين حتى شي واحد، فينهم هاد الناس وهادو اللي قلتي ليا؟ فقال لها راه ما عرفت مالهم ما جاوش، المهم خلينا منهم حنا نريحوا، راه
نجمعو انا وياكم. فاذا به فاش كيريحو ويجمعو بدا كيتقرب منها، وفي هاد النهار غادي توقع داكشي اللي ما كانتش باغيه سهام يوقع لها. يعني ما غتبقاش بلد وغتفقد العذريه ديالها، وبقات كتلح عليه باش انه يصلح الخلاط ديالو، ولكن هو قلب عليها بصفه نهائيه. يعني فين هو هاد الحب وفين هو هاد المشاعر اللي كان كيبادل معاها، وهاد 3 سنين اللي مشات يعني استعقت بزاف. وهذا هو الغلط الكبير. كيفاش قلت لكم الخوت الميساج راه ليك انت وليك انتي. المهم فاش بلوكاها وما بقاش كيهضر معاها وما بقاتش عندوش خبر عليها، هنا سهام دارت بها الدنيا، ولات ما بقات لا قرايه لا ديك سهام اللي كانت فيها المراح وبالضحوكيه ومزيانه ما بقاتش. هنا فين غتزيد الحاله غادي غير ما تصعب، اولا نقولوا هي غادي تصعب على راسها. سهام غادي تتعرف على جدريات، وهاد الجدريات ماشي من دوك النوع اللي مزيان او اللي غادي هاد الدريات حتى هما خارجين للدعاره، غادي يعرفوا على الخدمه وغتولي تمشي وتعرف على ناس وتخرج معاهم. غادي تولي كتخرج معاهم ب $30 يعني 300 درهم مغربيه. من هنا غادي كتطور بشويه وكتعرف على الكليان، حتى غتولي تعرف على كليان صحاح ولاباس عليهم، وغتولي كتخرج مع الواحد ب 3000 درهم، كتخرج مع الاخر ب 4000 درهم حتى 5000 درهم، يعني كتبيع روحها. هنا مشات فيها الطريق، وهاد الطريق هي اللي ما بقاتش حامله هي، لانها كتشوف راسها كتعطي راسها غي فابور، ودوك الفلوس ديال الحرام راه تيمشيو غير في الحرام، يعني ما تيبقاوش عندها. وهنا هادشي اللي ضرها في خاطرها، وقالت كيفاش وليت من بنت زوينه وكتقرا باغا تبني مستقبلها الوحده دمرات كلشي. فالسؤال اللي طرح على سهام وقال لها الا جا الدري وبغى يصلح الغلط ديالو او يتصالح معاك ولا يجي يتزوج مثلا بيك، وعلى ما جاب اللسان ديالها انها واخا جيت لعندها راه ما بقاتش غتقبل بيه، لانها مده هادي ونسيتو. فهاد القصه هي الخوت راه العبره. الا انت ولد الناس حاول ما تضحكش على بنت الناس، ولا كنتي باغي تكون معاه في علاقه كون معاه في علاقه جديه حتى ربي يكتبكم الحلال. ولا انتي قبل من انك تعطي روحك او الجسد ديالك لواحد الشخص باسم الحب، او انه قال لك راه كيبغيك ولا شي حاجه، فراه الحب الحقيقي هو النهار اللي يجي يدق في داركم، هذاك هو الحب الحقيقي. المهم كنتمنى انكم تستافدوا من القصه ديال سهام، ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. بيس ليكم وشكرا للدعم ديالكم، ما تنساوش تابوناو في القناه وتبارطاجيو القصه مع صحابكم سواء خوك ولا اختك باش تستافد من هاد القصه مزيان، حيتاش هاد العبره غادي تنفع مزيان في المستقبل. يلا بيس ليكم.